ليه منتخب مصر اتعادل النهارده؟ لان مفيش مرحله انهاء الهجمه مش موجوده. محمد شريف محتاج يرتاح شويه من الكوره لانه واضح انه مش مركز. لازم كابتن حلمي طولان في الفتره الجايه او في المباريات الجايه يعتمد على حسام حسن ومروان حمدي. عندنا باكات وجناحات عاليين جدا، سرعه ومهاره والتزام دفاعي وهجومي بيقلبوا الدنيا. ناحيه اليمين عندنا اكرم مع مصطفى سعيد، وناحيه الشمال عندنا يحيى زكريا مع اسلام عيسى. محتاجين رقم 8 صريح، حد يحرك اللعب ويبقى قادر على تطوير الهجمه. طبيعي ان في عناصر اول مره تلعب مع المنتخب، عايزه ثقه وعايزه تبقى اللعيبه دي عندها قناعه من جواها انها تقدر تكسب. زي مصطفى سعد اليمين لمنتخب مصر، وزي غنام محمد وسط الملعب. في النهارده عناصر عندها خبرات وخبرات دوليه ولكن بره مستوى تماما، زي عمرو السوليه وقفشه. هل في مشاكل دفاعيه وخصوصا في التعامل مع الكرات الثابته والضربات الركنيه واي كرات عرضيه. اول مباراه لمنتخب مصر اليوم مقبوله جدا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل. بس انا في رايي الشخصي ان خروج محمد النني النهارده افقد منتخب مصر نص الملعب والاستحواذ على الكوره. بعد ما خرج النني بدا منتخب الكويت هو اللي يمسك الكوره، هو اللي يتحكم شويه في مجريات الامور لحد ما المباراه انتهت.